صباح الخير. انا النهارده مزاجي مش رايق خالص، فمش عايزه اقول لكم صباح الزفت، بس اللي مش عايز يكمل ما يكملش، اوكي؟ عشان انا خلقي النهارده ضيق جدا. آه النهارده انا هتكلم على موضوعين مهمين. الموضوع الاولاني، القصه الاولانيه، اسلام بنت المانيه. انا هقول الاول القصه وبعد كده هقول لكم بالظبط ايه اللي بيحصل. يعني الحاجه الاولانيه، انا كنت بشتغل في ولايه تانية مش في الولايه دي، وكان معانا ممرضه. الممرضة دي كانت بتشتغل معايا وكانت ساكنة قريب مني، يعني كان الفرق ما بين بيتها وبيتي مثلا بيت تاني، فاحنا كده كنا جنب بعض يعني هاوس. المهم في مرة، وهي كانت يعني كويسة جدا طيبة، واحنا كنا بنقعد نتكلم كتير مع بعض، يعني مفيش مشكلة، بس هي كانت كبيرة في السن. فقالت لي ان بنتها اتجوزت واحد مسلم وان هي اسلمت، ولكن المشكلة الكبيرة ان اهلها ما حضروش الفرح. يعني هي عملت فرح، عزمت اهلها الالمان، هي المانيه يعني هي مش من اصول مصريه مثلا زي، ولكن هي المانيه من اصول المانيه. عزمت يعني قرايبها وكده، بس ما حدش راح لها. فهي كانت زعلانه، وبنتها طبعا كانت زعلانه وكلام زي ده. فانا طبعا كنت عماله بقى ادرش، لان دي حاجه بالنسبه لي انترسانت قوي، يعني انا عمري ما شفتها قبل كده، يمكن شفتها مره واحده قبل كده، لا تختلف كتير يعني على اللي انا هقوله دلوقتي. بس خلينا نقول القصه دي الاول. قلت لها، وهي بقى لبست الحجاب واللي هي اللبس الملابس الاسلاميه، فرحت قالت لي فقلت لها والله كويس، يعني كويس برضو انها يعني اقتنعت بحاجه زي كده، وانا طالما عارفه ان شخص الماني فهو غالبا بيكون شخص مثقف. فقلت لها انا بصراحه كنت يعني مستغربه جدا، ويعني كانت حاجه بالنسبه لي انترسانته قوي، وانا كنت عايزه اعرف تفاصيل كثيره. فطلبت منها، قلت لها بعد اذنك لما تجيلك البيت بعد اذنك كلميني وانا هجيلك جري على طول، انا عايزه اتكلم معاها شويه. وفعلا ما فيش مثلا اسبوعين او 3 وكلمتني في التليفون. احنا ما كناش شغالين مع بعض، بس بعتت لي قالت لي ان انا بنتي النهارده جايه الساعه كذا، فممكن تيجي يعني نقعد نتكلم كلنا سوا. المهم ان انا رحت لها، لقيت واحده المانيه خلاص، يعني هي ملامحها مش بلوند مثلا ولا عينيها فاتحه، بس واضح انها المانيه. يعني انا بعرفهم حتى لو كانت شعرها اسود وعينيها سودة. المهم قعدت معاها حوالي 6 ساعات حرفيا 6 ساعات قعدت اتكلم معاها. هو الشخص اللي هي اتجوزته هو مغربي، بس هو اتولد هنا في المانيا، يعني هو من اصول مغربيه، وهو مسلم، وهو اقنعها بالاسلام. مهندس على ما اعتقد او حاجه زي كده، وهي اسلمت. فقلت لها تمام انا بس عايزه الخص عليكم ال6 ساعات اللي انا قعدتها معاها. الاستاذه طبعا اللي هي لبست حجاب، وحجاب طويل، يعني مثلا مش اشارب صغنون مثلا حاجه، اللي هو الحجاب الطويل. باختصار الكلام، اختصارا للكلام كده، لما انا قلت لها انت مثلا قريتي في القرآن شويه، عرفتي مثلا حقوقك، عرفتي ان في حاجات مختلفه. لازم تعرفوا يا جماعه ان هنا الست الالمانيه واغلب الدول الاوروبيه على ما اعتقد كده، لما بتتجوز جنسيه تانية او جنسيه تانية، بس هو اكيد هو الماني برضه لان هو اتولد هنا، غالبا بيقعدوا معاها. غالبا بتبقى فيه كده جلسه لازم تقعد فيها وتعرف حقوقها وتعرف كل شيء، علشان تعرف القوانين بعد كده لو حصلت مشكله. خلاص بتعرف حقوقها وحقوق ولادها والكلام زي ده. المهم هي قاعده من الاخر كده عشان خاطر الفلوس. لما انا كنت بسالها على القوانين مثلا اللي هي الشريعه مثلا، هي قرت فيها، هي مش عارفه ايه، فما كانتش تبدي اي اهتمام قوي. خلاص ولكن كانت تعيد عليا كلمه، وطبعا اللي اتعامل مع الالمان يفهم كويس جدا انا بقول ايه. يعني الشعب العربي او الشعب المصري بيعبد ربنا خلاص، يعني يؤمن بوجود اله، هم بيعبدوا اليورو، اوكي؟ هم بيعبدوا الفلوس اليورو. المهم كل لما تتكلم تقولي اصل هو بيصرف على البيت كله، اصل انا بشتغل بس بيقولي فلوسك دي لنفسك، لان في الاسلام الراجل لازم يصرف على البيت كله. كل لما نجيب اي سيره كانت تقولي اصل هو بيصرف على البيت كله، هي بتروح الشغل وبتخلي فلوسها لنفسها وهو يصرف على البيت كله. ده في الشريعة الإسلامية وده صح تمام، الراجل المفروض هو اللي بيصرف على البيت، مفيش مشكلة خالص. حتى مثلا إيجار البيت، يعني هما كانوا عايشين في بيت إيجار مش بيت تمليك، هو برضو اللي كان بيصرف عليه. ساعة حملها هما متفقين إن مثلا بعد الحمل أو الولادة هي هتقعد، وبرضو هو اللي هيستمر في الإنفاق عليها، لو عايزة تنزل تشتغل وبرضو فلوسها لنفسها. فكنت أجيبها يمين كنت أجيبها شمال، أوكي؟ كانت تقول نفس الكلمة دي. خلاص فقلت لها
طب لو اتجوز عليكي مثلا، مش انتي بتؤمني بالشريعه الاسلاميه، لو اتجوز عليكي واحده تانية ولا ثالثه، هتقولوا لي هنا مثلا ممكن، اوكي ممكن، ما هي مسلمه. فرحت قالت لي لا، اسجنه 5 سنين. مش بس كده، قلت لها لو مد ايده عليكي، يعني انت عارفه كتير من العرب، انا ما اعرفش بقى، تفسيرات مختلفه، كل واحد بفكر مختلف، انا مش هتدخل في حاجه زي كده، ولكن انا قلت لها لو مد ايده عليكي مثلا وضربك مثلا او كده، فقالت لي لا هسجنه برضه، هتصل برضه بالشرطه وهسجنه. يعني من الاخر يا جماعه، لما انا قعدت معاها بعد 6 ساعات، هي الخلاصه انها متجوزه واحد عشان يصرف عليها وعلشان هي تحوش مرتبها. ولكن لما نيجي للحقوق التانية اللي هي موجودة في الإسلام، صرف النظر بقى، في ناس مؤمنة بيها في ناس مش مؤمنة بيها، أنا حيادية في الموضوع ده، أنا بشرح موقف أنا شفته قدامي، أوكي؟ فراحت قالت لي بمنتهى البساطة أسكنه. فقلت لها بس ده في الشريعة الإسلامية مباح. فراحت قالت لي لا، انا في الوقت ده انا اتجوزته برضو جواز مدني، انا اسلم بس انا احب امشي على الجواز المدني. قلت لها بس الجواز المدني بيخليكي تنزلي وتشتغلي، ما تحوشيش فلوسك وهو يصرف على البيت. فراحت قالت لي لا، هو قال لي كده عشان ده هو الاسلام وعشان كرم المراه وكلام زي كده. فيعني من الاخر يا جماعه هي بتستغله خلاص كده، من الاخر وقت ما تحصل مشكله هترميه في الزباله وهتاخد فلوسها وهتعلم عليه، بما انها هنا المانيه، وطبعا هي المانيه من اصول المانيه. فيعني وهو برضه، يعني هو برضه الماني، اتولد هنا فعارف القوانين، بس هي مستفيده ماديا بشكل غير طبيعي. وقت ما يحصل اي حاجه فلوسها معاها، جمالها معاها، مفيش مشكله خالص، ترميه في الزباله وتبدا حياتها مره تاني. احنا بقى على الوضع التاني نشوف واحد زي ده يكتب مثلا على الفيسبوك او على السوشيال ميديا بشكل عام، انا خليت واحده تدخل الاسلام، المانيه تدخل الاسلام، وعايزكم كلكم معايا في المسجد، وكانه فتح عكا بالظبط خلاص، وهو ما يعرفش حرفيا ان هو بيتم استغلاله باسم الدين. دي حاله انا شفتها وعمري ما انساها ابدا. الكلام ده مثلا من 3 سنين او حاجه، انا عمري ما انسى حاجه زي كده ابدا. اللي شبيهه بيها جدا واللي احنا بنشوفها دايما على طول الاتراك. يعني الاتراك هنا طبعا انا مدخله 2 في السجن، يعني اوكي 2 اتراك مدخلهم السجن، اوكي، لان هم تجاوزوا جدا، واللي عاش في المانيا برضو يعرف الاتراك يعني ايه، مش هم احسن ناس ممكن الواحد يتعامل معاهم، اتس اوكي بقى في وجهه نظري، مش هم احسن ناس في وجهه نظري. هتلاقي البنات التركيه مثلا عايشه حياتها زي الاوروبيه بالظبط، يعني مثلا ما فيش حجاب، بيعملوا علاقات، بيعملوا كل حاجه خلاص، حرفيا بيعملوا كل حاجه. لكن عند الجواز يتجوزوا اسلامي. ازاي يا حاجه تتجوزي اسلامي؟ التركيه بتاخد مهر وبتاخد ذهب وبتاخد فلوس، اللي هو المهر، اتس اوكي. وهو الراجل بيجهز الشقه بالكامل، فيما عدا اوضه واحده بس تقريبا، اوضه النوم او حاجه، هو الوحيد بس، هي الوحيده بس اللي هي ايه بتجهزها بتشتريها يعني. غير كده هو بيقدم ذهب، هو بيقدم مهر مناسب. هي حضرتك بتتجوز جوازه مدني، يعني ما يقدرش يتجوز عليها، يعني ما يقدرش يمد ايده عليها، يعني حاجه، يعني لما ينفصلوا بعد 15 سنه اوكي هتاخد نص كل حاجه هتاخد نصها، اوكي. فطبعا هم ماسكين في الاسلام بايديهم واسنانهم. نيجي بقى نكلمهم مثلا عربي، انتوا بتصلوا، هم اصلا حتى ما يعرفوش الظهر كام ركعه، حرفيا هم ما يعرفوش الظهر كام ركعه، ولا يعرفوا اي حاجه اصلا. اغلبهم لا يتحدث اللغه العربيه اصلا، لا يتحدثون اللغه العربيه. هتلاقي مثلا عيله عيلتين، لكن في المجمل هم ما يعرفوش حاجه. ممكن الناس الكبيره قوي، لكن الصغيرين ما يعرفوش اي حاجه. هم ماسكين في الدين بسبب كده، وانا اشتغلت مع كتير منهم، هم ماسكين في الدين بس بسبب كده، بسبب المكاسب اللي بياخدوها منها. لكن لما نيجي مثلا للباكج بقى كله على بعضه، لا، القوانين المدنيه في اللحظه دي بتحميها، تقول لها لا، انت لو ضربك هندخله لك السجن، لو اتجوز عليكي هندخله لك السجن. فانا بصراحه ببقى مستغربه جدا لما واحد من العرب مثلا يطلع، او واحد مصري او واحد عربي، من وقت للتاني يطلع يقول الاسلام والناس بتدخل في الاسلام والناس مش عارفه ايه، وهو مش عارف ان هو بيتم انتهاكه ويعني استغلاله بشكل او باخر، اوكي. دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه، لا دي برضو من ضمن الحاجه الاولانيه، النهارده الصبح اتفرجت على فيديو، انا هحاول حتى ان انا اجيبه هنا. واحد واضح جدا بيقول الماني دخل الاسلام وعمالين بيلقنوه الشهاده في المسجد. انا بصراحه شايفه يعني عيب عليكم، بامانه عيب عليكم. اي حد، اوكي، انا عايشه في المانيا هنا، اي حد يشوف الشخص ده
باين واضح جدا ان قدراته العقليه منخفضه خالص عن الطبيعي. واضح جدا ان هو حتى ملوش اي مركز هنا في المانيا اصلا، في مجتمع ملوش مركز. في ناس بحس انها يعني عماله تحقر في دينها اكتر واكتر، ان هم يجيبوا حد يكون ضعيف، مستوى ذكائه منخفض جدا، مهزوم في مجتمعه، ملوش قيمه، مش فاهم اي حاجه في اي حاجه، ممكن يكون منبوذ، ممكن يكون محتاج فلوس فيدوله مثلا فلوس، يضحكوا على عقله من الاخر، وبعد كده يصوروه بالفيديو، ها دخلنا واحد الماني الاسلام، دخلنا دخلنا دخلنا. انا بصراحه يعني شفت الموضوع ده، يعني شفت قد ايه حاجه يعني ممكن تضحك بيها على الجهلاء، اوكي، لكن ما تضحكش ابدا على طبقه المثقفين، طبقه المتعلمين. صعب جدا ان انت تضحك عليهم. حتى كمان الجهلاء اللي عايزين يصدقوا حاجه زي كده، بعد مده هيبقى واضح بشكل كبير جدا ان الكلام ده كله فيك، وان الشخص ده دخل لا اما استغلال للمال. انتوا بقى لو تابعتوا القصه دي بقى بعد مثلا سنه، سنتين، 3، 7 سنين، هتشوفوا بقى المهازل بجد. يعني ايه، ما يغركمش البدايات الحلوه. شوفوا بقى مثلا بعد 7، 8 سنين لما تاخد ولادها، او لما ترمي ولادها مثلا ويرجع البيت يلاقيها مع واحد تاني لانها زهقت منه، اوكي، او ابتدعت له اي مشكله وقدمت الطلاق، او هو اتنرفز مثلا ومد ايده عليها فدخلته في مشاكل يعني ما يعلم بها الا ربنا. فيا جماعه، لما نفتخر بشيء يبقى نفتخر بيه بوضع صح، لما يكون انسان عالم متزن قارئ فاهم، ما بنلعبش عليه، ما بنسمحلوش ان هو يستغلنا، ندخله ديننا او معتقدنا، في الحاله دي نفتخر ونعمل فيديوز. لكن شغل الهبل والعبط اللي بيحصل ده، يعني احنا دلوقتي في 2026، انا بصراحه مش مدركه حد ممكن يصدق الكلام اللهبل ده. اوكي، الفيديو اللي انتشر النهارده وانا شفته ده 1,000,000,000% هو مش هقول منبوذ، ولكن ممكن حتى كمان يصنف بهندت، يعني معاق. الناس هنا اللي قدراتها الذهنيه بتبقى ضعيفه شويه ممكن ما يشتغلوش، وبياخدوا زي مكافآت من الدوله او فلوس من الدوله عشان هم قدراتهم ضعيفه. فهو كان واضح جدا ان هو كده، واضح 1,000,000,000%. انا لو شفته وداخل عليا هبص له كده، ده هيبقى الانطباع الاولاني بالنسبه له. هو واضح حتى مش عارف يتكلم، يعني حتى مش عارف يردد الشهاده. واحد مفروض يكون دخل الاسلام على الاقل قرأ شويه، على الاقل تعلم شويه اللغه العربيه شويه، حتى هو مش عارف يقول الشهاده. ممكن يكون اندحك عليه، ممكن يكون جعان تعبان عايز ينتمي لشيء، فناس ضحكت عليه وقالت له تعالى الاسلام فيه كذا وكذا وكذا، فايه يلا ندخلك الاسلام. او زي الهانم دي اللي هي عماله تستغل جوزها، لكن وقت ما المشكله تحصل هترميه في الزباله، هترميه حرفيا في السجن. وقالتها لي كده في وشي، يعني طبعا انا عماله الف لها يمين وشمال. الالمان اذكياء جدا جدا، الف لها يمين وشمال، في الاخر كده راحت قالت لي لا هسجنه قولا واحدا. هسجنها ايه؟ اتجوز عليا مام، هو باكج واحد؟ لا، ما فيش حاجه اسمها باكج واحد، انا اخد اللي يعجبني والباقي لا، الباقي قانون دولتي يحميني. قالت لي انا مش هرجع المغرب، انا مش هعيش في المغرب اصلا، انا هعيش هنا في دوله مدنيه بتحفظ لي حقي. فهي تاخد جزء من حقها بالاسلام والجزء الثاني تاخده بالمدني. فيا جماعه يعني ايه، بلاش نضحك على نفسنا، عشان بصراحه الموضوع ده زاد عن حده بصراحه.